شو هو المشهد الدرامي يلي ما بتنساه؟ شاركنا تفاصيله. سلافة معمار بقلم حمرا لما كانت عم تعاني بالسجن، وصار معها كتير قصص من حالات اغتصاب لحالات مشهد اللي مسحت الدم على الحيطان السجن. كان مشهد كتير مؤثر. شو هو المشهد الدرامي يلي ما فيك تنساه؟ شاركنا تفاصيله. مسلسل الخواري، نصار ابن عريبة. يوم تيجي لأمه لعنده على المغارة وما بيقدر يشوفها لأنه حالف يمين. شو هو المشهد الدرامي يلي ما فيك تنساه؟ شاركنا تفاصيله. المشهد الدرامي هلا بالمسلسلات الدرامية الشامية، مثلا مثل وقت نصر ابن عريبي، وقت بينحكم انه اعدام بس بالنهاية الحق بيظهر. طبعا هذا الشيء يعني كثير منا اليوم بهالوضع هذا انه له حق وعم يروح بس بالنهاية الا ما يظهر الحق. وهي مشاهد كمان اكيد بتأثر علينا بحياتنا. شو هو المشهد الدرامي يلي ما فيك تنساه؟ شاركنا تفاصيله. أحلى مشهد هو بالخوالي، وقت اللي شنق نصار عريبي وإجوا يعني أهله ومحبينه ونزلوه من على المشنقة. يعني هذا أحلى مشهد ما بنساه بحياتي. شو هو المشهد الدرامي يلي لا يمكن نسيانه؟ شاركنا تفاصيله. أنا في مشهد من مسلسل العربجي، وقت بنته جوزها بيحرقها وبيقتلها، هذا يعني أثر فيني كثير يعني. شو هو المشهد الدرامي يلي ما فينا ننساه؟ شاركنا تفاصيله. هلا في يعني هلا اكثر شيء باب الحاره، يمكن جزء اول مدري ثاني، وقت بيهجم ابو النار على الحاره، فبيجي الشباب دغري بيركضوا لعند ابو شهاب، دخيلك من شان الله اجى ابو النار الحقنا مدري ايش كذا، بيهجموا على بعض وبيعلقوا ببعض، وهي يعني هي فيها اكشن حلو ظريفه. شو هو المشهد الدرامي يلي ما بتنسيه؟ شاركنا تفاصيله. مسلسل كسر عظم لما ريان بيقوص حاله، كان مشهد كتير مؤثر يعني. شو هو المشهد الدرامي يلي ما فيك تنساه؟ شاركنا تفاصيله. بالنسبة للمسلسلات السورية عندنا مسلسل العربجي، أنا متابعها. مسلسل سورية قوية، وأكو مشهد اللي من تكون بنت العربجي تنظلم من أهل الحارة اللي يكونوا ساكنين فيها. شو هو المشهد الدرامي يلي ما فيك تنساه؟ شاركنا تفاصيله. هلا هو أكتر مشهد درامي حلو في مسلسل اسمه اللهم صل على النبي، ثلاثية موطني، عرفتيها؟ في وقت حلقة أمل عرفة وتتموت بالبراد، كتير مؤثرة. هي أكتر يعني مشهد أنا حبيته يعني بصراحة وأثر فيني. تعتقد إنه صناعة السينما والتلفزيون بالعالم العربي رح تتغير خلال السنوات القادمة؟ اكيد رح تتغير، لانه هلا يعني جيل الشباب عم بيحضر اغلبه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى شاهد، فاغلبه عم بيحضر، ما عاد حضر تلفزيون. فبتوقع اكيد يعني حيشتغلوا على موضوع انه شيء يلفت الشباب اكثر.